إحنا إمتى بقينا نحس إن حياتنا لازم تبقى perfect طول الوقت؟ البيت، الجسم، الشغل، الردود، العلاقة، حتى الراحة بقينا عايزينها تبقى perfect. كأن الحياة عبارة عن presentation مش حياة تتعاش. على فكرة الحكاية دي حصلت معايا أنا شخصيًا من كام أسبوع. كنت قاعدة في مكان حلو وبصيت حواليا كده، وبدل ما أقول لنفسي المكان ده هادي ولا المكان ده حلو، ابتديت أقول لنفسي المكان ده هايل للستوري. وحسيت قد إيه إحنا بقالنا كتير ما بنعيش اللحظة غير لما نحس إنها تستاهل تتشاف. واللحظة دي ضايقتني بصراحة من نفسي، لأنها خلتني أشوف قد إيه إحنا بقينا بنتفرج على حياتنا أكتر ما بقينا بنعيشها. وخدت بالي من حاجة غريبة قوي. الفترة اللي فاتت إحنا بقينا لما بنرتاح بنحاول نرتاح صح. يعني إيه نرتاح صح؟ يعني نبقى خارجين نقعد شوية فنلاقي نفسنا بنفكر المكان حلو كفاية، ينفع للصورة، الأوتفيت اللي أنا لابساه ده مناسب، الناس هتشوفنا إزاي، واللحظة شكلها عامل إيه. لدرجة إن ساعات الواحد بيرجع من الخروجة تعبان مع إنه كان أصلا طالع يخرج عشان يفصل. بقت الخروجة assignment، والناس تروح vacation ترجع محتاجة vacation من الvacation، يعني تروح تأجز ترجع تلاقي نفسك محتاجة أجازة من الأجازة. وفي لقطة تانية بشوفها بتخوف، إننا بقينا بنعيش الحياة وإحنا بنتفرج على نفسنا من بره، حتى وإنت قاعد لوحدك، مش بس وإنت في وسط الناس. عارفين الإحساس لما تبقى في الجيم بس نص تركيزك في الصورة اللي هتنزل لما تتصورها على السوشيال ميديا؟ أو تبقى مسافر وتقضي وقت أطول بتوثق اللحظة أكتر ما بتعيشها. كأننا بنتفرج على حياتنا مش بنعيشها حتى وإحنا لوحدنا. والأغرب إن الموضوع ما بقاش مجرد سوشيال ميديا، ده بقى جوانا إحنا شخصيا. بقينا حتى وإحنا لوحدنا حاسين إننا لازم نبقى productive ومنتجين، لازم نبقى متظبطين، ناجحين، هاديين، واعيين، متحكمين، وبنطور في نفسنا طول الوقت. وفي حاجة بقيت ألاحظها قوي الفترة اللي فاتت دي، إن في ناس بقت تتعامل مع أي يوم عادي كأنه يوم فشل وقع من على الخريطة. يوم هادي يبقى أنت مقصر وما شغلتش نفسك، يبقى حياتك واقفة. قعدت شوية من غير إنجاز يبقى عندك مشكلة. وكأن إحنا اتربينا إن القيمة لازم يكون لها صوت، لازم تبان، لازم تتشاف. حتى الهدوء بقى لازم يبقى شكله حلو، لازم يبقى استاتيك. تيجي مثلا عايز تشرب فنجان القهوة تبقى طالع تجري بتدور على الموبايل علشان تصور، لدرجة إنك على ما تشرب فنجان القهوة كبني آدم طبيعي بتكون بردت أصلا. والحقيقة دي حاجة متعبة جدا، لأن أي إنسان طبيعي مش هيبقى inspiring وملفت للنظر طول الوقت، ولا متحمس وموتيفيتد طول الوقت، ولا مركز طول الوقت، ولا حتى قوي طول الوقت. بس السوشيال ميديا خلت الطبيعي يحس إنه ناقص. والمشكلة مش في الناس اللي بتعمل كده، ربنا يعينهم. المشكلة في الإحساس اللي بيجيلنا وإحنا بنتفرج. بقينا نشوف ناس بتصحى الساعة 5 الصبح تتمرن وتقرا وتشتغل وتطبخ هيلثي وتشرب ماتشا وتتأمل وتبقى ناجحة وتخلّي بالها من بشرتها عشان تبقى perfect وعندها علاقة مستقرة، والmental health بتاعها ممتاز، وما فيش شعرة طايرة من مكانها، وأنت لسه مش قادر تقوم من السرير. ودي أكتر حاجة خدت بالي منها، إننا بقينا نقارن حياتنا الحقيقية بنسخة performance وحياة مثالية بتاعة ناس تانية. وده مرعب شوية، لإن الناس اللي بتعمل الحاجات دي غالبًا تعبانة، بس إحنا بقينا نشوف الshow اللي برّه مش الإنسان. وده بقى باين حتى مع ناس المفروض إن هم وصلوا، تلاقيهم في interviews بالذات لمشاهير عالميين بيقولوا نفس الحاجة تقريبًا، إنهم تعبوا من فكرة إنهم لازم يبقوا مبهرين طول الوقت. حتى أدل في مرة قالت إن هي اختفت فترة لأنها حست إنها طول الوقت مطالبة إنها تبقى نسخة مثالية من نفسها قدام الناس. ودي حاجة خلتني أفكر فعلا إن السوشيال ميديا ما بتخليناش بس نقارن نفسنا بالناس، دي بتخلينا نقارن نفسنا بأفضل لحظاتهم. وفي ناس بقت تخاف تبان عادية، تبان confused، تبان مش عارفة، تبان مرهقة، تبان محتاجة راحة. كأن الوضوح وإن الواحد يبقى حقيقي بقى أقل قيمة من الصورة. الوضوح بيريح إنما التمثيل بيتعب.
الجملة دي فضلت تيجي في دماغي في الفترة اللي فاتت كذا مرة، لأن في فرق كبير جدا ما بين إنك تكون مرتاح وإنك تبان إنك أنت مرتاح، وفي فرق كبير بين إنك تعيش كويس وإنك توحي للناس بكده. وأوقات بحس إننا بقينا بنمثل الاستقرار أكتر ما بقينا نعيشه. حتى في العلاقات بقينا نصور الرومانتك مومنتس أكتر ما بنحس من الأمان أصلاً. وفي كابلز بتحس إنهم بيرفكت قوي أونلاين، بس بعد كده تكتشف إنهم مش طايقين بعض أصلاً ومستحملين بعض بالعافية. بقينا مهتمين بمنظر الحياة أكتر من الحياة نفسها. وعارفين إيه اللي اكتشفته؟ إن التمثيل ده متعب بطريقة مش طبيعية. مش التمثيل بمعنى الكذب، لأ، التمثيل بمعنى إنك طول الوقت حاسس إنك لازم تبقى متماسك، مرتب، لطيف، لذيذ، فاهم، ناجح، ستيبل، حتى لو جواك فاصل أصلاً. وفي ناس بتتكلم عن الفكرة دي في علم النفس، بس بصراحة وبعيداً عن أي مصطلحات، الفكرة أبسط من كده بكتير. إحنا بقينا بنراجع نفسنا طول الوقت لدرجة إن مخنا بقى بيراقب نفسه علشان يطلع صح. تخيلوا دي؟ يعني مخك يفضل طول الوقت شايل هم شكله ومنظره فما بيفصلش. وده يمكن يفسر لنا ليه بقى في ناس مرهقة طول الوقت حتى في الأيام اللي ما عملوش فيها حاجة. لأنك أوقات بتبقى تعبان بس لسه بتحاول تبان إنك تمام، ودي حاجة لوحدها مرهقة فوق الإرهاق اللي هو عندك أصلا. ده إحنا وصلنا لمرحلة إننا بقينا نعمل هيلينج بطريقة مثالية. نيجي علشان نتعافى فندور على الروتين الصح، وإيه البودكاست الصح، وإيه الجورنالينج الصح، وإيه المورنينج هابتس التحفة اللي هي صح الصح. وكأننا داخلين امتحان مش عايشين حياتنا، كأن في حد هيجي يدي للحياة درجات آخر اليوم، وكأن قعدتنا مع نفسنا بقت فيها تنافس. وفي ناس مسلية جدا بيفتحوا فيديوهات سيلف امبروفمنت عشان يحسنوا من نفسهم وهم خلصانين أصلا وإكزوستد. بقينا بنجري ورا فكرة التطوير من غير ما نتحسن بجد، ودي حاجة بقت غريبة قوي يعني بصراحة. لأن الإنسان يوصل نفسه لمرحلة إن هو يبقى مرهق من كتر محاولاته إنه يحسن من نفسه. صدقوني لما أقول لكم الوضوح بيريح، التمثيل بيتعب. لأن الوضوح ساعات بيبقى منتهى البساطة إني أنا تعبان، إني محتاج أهدى، إني مش لازم أبقى مضطر إن أنا أبهر حد النهاردة، إني مش لازم أبقى أفضل نسخة من نفسي 24 ساعة في اليوم. ودي حاجة أنا حسيتها مؤخراً، إن في راحة من نوع غريب كده في إنك تبطل تبان إنك متظبط و10 على 10 طول الوقت. تبطل تمثل إنك أنت فاهم كل حاجة وإنك مسيطر وإنك دايماً قوي ومتماسك وفوق كل حاجة. لأن الحقيقة إننا كلنا تقريباً تايهين شوية ومرهقين شوية وبنحاول في النص نفهم نفسنا. بس الفرق إن في ناس بقت تتصالح مع ده وفي ناس بقت تحاول تخبيه. وأعتقد إن من أكتر الحاجات اللي بتتعبنا فعلاً إننا بنحس إننا لازم نستحق الراحة، لازم نتعب الأول، لازم ننجز الأول، لازم نثبت نفسنا الأول، وبعدين يمكن نسمح لنفسنا إننا نهدى شوية. مع إن يمكن الحياة أصلاً ما كانتش محتاجة كل الأداء ده، ويمكن عشان كده بقينا مرهقين طول الوقت. لأننا مش بس عايشين، إحنا عايشين وبنراجع نفسنا وبنراقب نفسنا وبنقارن نفسنا وبنحاول نطلع بالشكل الصح طول الوقت، وده متعب جدا للبني آدم. يمكن الخطوة الحقيقية للراحة إننا نحاول نعيش حياة مش بيرفكت، ونبدأ نعيش حياة حقيقية شوية، حياة فيها لخبطة شوية، فيها تعب شوية، وأيام عادية جدا، وأوقات مش لازم تكون productive بس تكون حقيقية. ويمكن ساعتها بس نحس إننا رجعنا بني آدمين شوية، مش مشاريع وبروجيكتس ولا performances واستعراضات ولا نسخة محسنة وبرفكت مننا طول الوقت، مجرد بني آدمين طبيعيين. ويمكن أول مرة نحس فيها بالراحة بجد لما نبطل نحس إننا لازم نبان إننا تمام طول الوقت. لأن فعلا
الوضوح بيريح والتمثيل بيتعب. قوتنا في خطوتنا